يعد مسلسل عالم غامبول المدهش من أبرز الأعمال الكرتونية التي أبدعتها كارتون نتورك، وقد حاز مكانة خاصة في قلوب المشاهدين بفضل أسلوبه الفريد وروحه الفكاهية الجريئة. ومع اقتراب عرض الموسم السابع الذي طال انتظاره، بدأ المعجبون يلاحظون إشارات ورسائل خفية تشير إلى غامبول في مسلسلات أخرى على القناة، مما يعكس تأثيره العميق وانتشاره الواسع. وفي هذا المقطع سنعرض بعضا من هذه اللقطات التي ظهر فيها غامبول. ويا رفاق، أريد أن أشكركم جميعا على تفاعلكم في المقطعين السابقين، والله شكرا من القلب لكل شخص وضع زر اللايك واشترك في القناة. أهلا بكم في العائلة ومرحبا بكم، وهيا بنا لنبدأ. غامبول في أوكي كيو. في إحدى الحلقات الخاصة من مسلسل أوكي كيو، حيث اجتمعت شخصيات كلاسيكية وحديثة ضمن مهرجان ضخم، ظهر غامبول لفترة وجيزة. خلال هذه الحلقة تعاون البطل كيو مع بين 10 في هجوم مشترك، وعندما استخدم بين ساعته الشهيرة الأومنيتريكس للتحول، وقعت مفاجآت غير مألوفة، إذ بدأ بالتحول إلى شخصيات من مسلسلات أخرى على القناة، من بينها العم جدو ثم غامبول لبضع ثوان، قبل أن يتحول إلى مورديكاي من مسلسل العرض العادي. هذه اللحظة العابرة قد تمر دون أن تلحظ، لكنها تعد إشارة محببة تجسد مكانة غامبول في عالم كارتون نتورك. ظهور في العم جدو. في الحلقة 12 من الموسم الثالث لمسلسل العم جدو، وخلال مشهد يحاكي حفلات توزيع الجوائز، يمكن رصد غامبول في خلفية الجمهور. تصميمه هنا يعود إلى النسخ الأولى من المسلسل، حيث تظهر عيناه بشكل بيضاوي ممتد بدلا من الدائري. هذه اللمسة الفنية الدقيقة تؤكد حرص القناة على إدخال مفاجآت تسعد المتابعين القدامى. في تين تايتنز جو، في الحلقة 20 من الموسم الثالث المعنونة بسكواتش أند ستريتش، يتحول فريق التايتنز إلى أشكال كرتونية متنوعة أثناء مطاردتهم لسنجاب شقي. ومن بين الشخصيات الظاهرة في الخلفية تظهر سمكة أرجوانية صغيرة تشبه داروين، بالإضافة إلى قطة خضراء بأسلوب رسوم يذكر بأسلوب غامبول. رغم أن شخصية القطة لا تتطابق مع شخصية غامبول، إلا أن السمكة تعد تلميحا واضحا ومباشرا لعالمه. غامبول في ساوث بارك. على نحو مفاجئ، تسلل غامبول إلى الحلقة 10 من الموسم 20 لمسلسل ساوث بارك، المعروف بطابعه الموجه للبالغين. ففي مشهد يستعرض سجل تصفح أحد الشخصيات، يظهر وجه غامبول سريعا بين لقطات لألعاب مثل ماينكرافت وقنوات شهيرة كبيو دي بي. هذه اللمحة السريعة تدل على أن غامبول تجاوز حدود الفئة العمرية ليغدو رمزا ثقافيا حاضرا حتى في الأعمال الموجهة للكبار. روب في فيلاينوس. في إحدى حلقات مسلسل فيلاينوس خصص مشهد لمناقشة فشل الشرير روب، العدو اللدود لغامبول، في الانتقام منه ومن أصدقائه. وبعد سلسلة من الهزائم المهينة، أرسل روب إلى معسكر لتدريب الأشرار بغرض تطوير قدراته. هذه اللقطة الساخرة لا تخلو من احترام المسلسل الأصلي، إذ تظهر كيف أصبح حتى خصوم غامبول جزءا من عالم أوسع. تفاصيل خفية أخرى في العم جدو. في حلقة بعنوان Transition Effect، إذا توقفت عند لحظة معينة يمكنك رؤية ملصق ضخم لغامبول وآخر أصغر لداروين على جدار مكتب محرر الفيديو. هذا التفصيل البصري يطرح تساؤلات لطيفة. هل يعمل المحرر نفسه في مسلسل غامبول، أم أنه مجرد معجب وفي؟ ما رأيكم؟ تشابه مثير مع جرافيتي فولز. في الحلقة الأخيرة من جرافيتي فولز سنة 2016، تظهر فقاعات غريبة تشوه ملامح الشخصيات وتحولها، وهي فكرة تشبه ما ورد في حلقة The Job من غامبول سنة 2012. أثار هذا التشابه جدلا، إذ اتهمت ديزني باقتباس الفكرة، إلا أن طاقم الإنتاج نفى ذلك، موضحا أن الأمر مجرد مصادفة. غامبول في القصص المصورة البرازيلية. في عام 2019 تعاونت كارتون نتورك مع سلسلة عصابة مونيكا البرازيلية الشهيرة ليظهر غامبول وهو يلهو بالكرة مع مينغو قطة العصابة، وفي الخلفية يضحك داروين ومونيكا وهما يتابعان المشهد. هذا التعاون يظهر مدى انتشار غامبول عالميا وتداخله مع ثقافات مختلفة.
ليست هذه الظهورات مجرد تلميحات عابرة أو محض صدفة، بل دلائل على أن عالم غامبول المدهش بات جزءا من الذاكرة الثقافية المشتركة بعشاق الرسوم المتحركة. فما رأيكم في هذه الحلقات التي ظهر فيها غامبول؟ وهل لاحظتم أي ظهور آخر في مسلسلات أخرى؟ لا تنسوا أن تضغطوا زر اللايك إذا أعجبكم مقطع يا أساطير، وإذا أردتم مني أن أتحدث عن أي كرتون آخر فاكتبوه في التعليقات وحسب، وأراكم في الحلقة القادمة.